السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز غالي، فوز جميل، فوز ولا أروع. مباراة ولا أروع. الأهلي عمل فيها كل حاجة، إجوان جاب، أسيستات عمل، وسط عمل، متعة لعب، كل حاجة اتعملت، كل حاجة ولا أروع. الأهلي والداخلية 4-1. الأهلي بدأ بالشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف، وتحت حمدي فتحي ومحمد فخري، وقدامهم برونو سافيو، قفشة، كريم فؤاد، ومحمد شريف. الأهلي غير 6 لعيبة في ياسر إبراهيم ومحمد أشرف ومحمد فخري وبرونو سافيو ومحمد شريف. 6 لعيبة في المباراة. الأهلي في أول دقيقتين يحرز هدف جميل، محمد شريف من أسيست رائع من كريم فؤاد. وفي الدقيقة 6 حمدي فتحي يبصم على الهدف التاني. أما كريم فؤاد يحط جونين، واحد في الدقيقة 47 والتاني في الدقيقة 53 من أسيستات ولا أروع من مستر أسيست، ملك القضية، مستر أبشا. خروج برونو سافيو ونزول حسام حسن في الدقيقة 60. خروج محمد متولي ونزل محمد هاني في الدقيقة 60. خرج محمد شريف ونزل بيرسي تاو اللي بنقول له عودة حميدة ولاعيب له لمساته الجميلة في الدقيقة 71. خرج كريم فؤاد ومحمد فتحي في الدقيقة 79 ونزل أحمد نبيل كوكا وشادي حسين. الأهلي شاط 19 تسديدة، منهم 10 على المرمى. نسبة استحواذه ما كانتش ولا أعلن، ده يدل إن الماتش كان مفتوح. نسبة الاستحواذ الماتش 53%. أما الأهلي عمل 446 تمريرة، منهم 80% تمريرة دقيقة. عمل 9 ركنيات. ده إن دل على شيء، دل إن كانت مباراة مفتوحة، مباراة جميلة. شفنا فيها أهداف، شفنا أهداف رايحة وأهداف جاية. كان نفسنا نكمل كلين شيت على طول مع مستر كولر لمساته واضحة، راجل موجود في كل خطوة، في كل باصة، في كل حاجة ولا أروع. ونقول للزمالك هارد لك على أول نقطتين. إن شاء الله بداية بعد السوبر رائعة، ومكملين في النزيف.